اغلب الناس بعد مرحله التخرج بيواجهوا دايما مشكله ان هم ما بيعرفوش يتعاملوا مع المرحله الجديده من حياتهم، اللي هو انت من اول ما بتتولد لحد ما بتتخرج بتكون متعود على نظام ونمط حياه معين، وفجاه النظام ده بيتغير وبتخرج للمجتمع وانت تايه، وتبتدي بقى تسال نفسك السؤال اللي كلنا عارفينه: ابدا منين؟ وده السؤال اللي هحاول اجاوبك عليه في فيديو النهارده، وهوضح لك كمان ازاي تقدر تعمل توازن ما بين مرحله الدراسه ومرحله ما بعد التخرج. مرحلة التخرج من أكتر اللحظات المميزة في حياة أي شخص فينا، يعني عايز أقول لك إن أنا أتذكر لحظات حفلة تخرجي لحد النهاردة، بتكون فرحة شخصية، فرحة أهل، مكافأة 16 أو 17 سنة تعليم. ولكن في الفيديو ده مش هنتكلم عن مرحلة التخرج بالتحديد، هنتكلم أكتر عن المشكلة الكبرى وهي مرحلة ما بعد التخرج. والفيديو ده هيكون مفيد ليك سواء كنت اتخرجت أو لسه، وده مش علشان بس أنا مريت بالمرحلة دي، ولكن علشان طبيعة شغلي كدكتور جامعي بتفرض عليا ان انا كل سنه اشوف قدامي الاف الطلبه بتتخرج. طيب نرجع بقى لفتره ما بعد التخرج. المشكله الكبرى في الفتره دي وهي ان نمط حياتك كله او السيستم اللي انت اتعودت عليه من اول ما بتتولد تقريبا لحد ما بتتخرج، السيستم ده او نمط الحياه ده مره واحده بتلاقيه بيتغير. يعني مثلا لو هنتكلم عن حاجه زي المسؤوليه، هتلاقي نفسك وانت طالب او انت بتدرس مش بيكون عندك اي مسؤوليه، ما عدا الناس اللي هي بتشتغل وهي بتدرس وبتصرف على نفسها او على اهلها، لكن غير كده مش بيكون عندك اي مسؤوليه. مثلا الكليه بتاعتك 4 أو 5 أو 6 سنين مسؤوليتك فيهم ان انت تحضر محاضرات، تذاكر، تنجح، بس كده. انما بعد التخرج انت بقيت مسؤول ان انت تشتغل، تصرف على نفسك، تكون نفسك، تتجوز. بعد الجواز كمان بيجي مسؤوليات تاني وليله كبيره سعادتك. ولو قارنت المسؤوليات دي بمسؤولياتك قبل التخرج هتلاقي مفيش وجه مقارنه اصلا. انت قبل التخرج اقصى انجازاتك كانت ان انت تنجح وتجيب تقدير. وبما اننا جبنا سيره الانجاز فخلينا نتكلم شويه عن الانجازات. الانجازات في مرحله قبل التخرج بتكون بسيطه، اللي هو انت عديت الميد ترم انت كده عملت انجاز، نجحت ياه انت كده كسرت الدنيا. ونيجي بقى لمرحله ما بعد التخرج ونتفاجئ بالانجازات الحقيقيه اللي المفروض ان انت تعملها، الحاجات اللي بتخليك تتنح، اللي هو انت بتبقى عارف ان المفروض ان انت تعمل انجاز معين، لكن ايه الانجاز ده انت مش عارفه كويس او مش عارف تحدده من كتر كم الاختيارات اللي بيكون موجود قدامك. ونقطه الاختيارات دي مهمه جدا، هنتكلم عليها ان شاء الله في اخر الفيديو. الحاجه بقى اللي بتزود مشكله الانجازات بعد التخرج هي فكره ان انت بتكون شايف قدامك انجازات كتير عماله تتحقق، انجازات الناس اللي حواليك. انما واحنا في الدراسه انجازاتنا كلها بتكون واحد تقريبا، او انجازاتنا كلها بتكون شبه بعض، اللي هو احنا هنذاكر وننجح زي ما اتفقنا. انما بعد التخرج انت عمال تشوف قدامك فلان اتجوز وفلان اشتغل وفلان سافر ومش عارف مين عمل ايه، كلها حاجات لو ركزت فيها هتضغطك وتحسسك ان انت متاخر. فالحاجه الحلوه اللي ممكن تعملها لنفسك في الوقت ده وهي فكره ان انت بعد ما تتخرج تلهي نفسك في تحقيق انجاز خاص بيك، علشان ما تضغطش نفسك وتحس ان الوقت بيعدي على الفاضي، بس في نفس الوقت يكون انجاز خاص بيك انت، حاجه بتاعتك انت بس، اللي هو انت ما تروحش تتجوز عشان الناس كلها بتتجوز لهدف ان انا اعمل انجاز وخلاص. وبرده مهم جدا ان انت تراعي نفسك وانت بتعمل الانجاز ده، وتكون عارف ان طبيعي ان انت تكون متلخبط شويه، طبيعي ان انت تكون مش فاهم النظام الجديد. زي ما قلنا ده سيستم او نظام او نمط حياه جديد انت مش متعود عليه. انت من اول ما اتولدت لحد ما بقى عندك حاجه و20 سنه انت متعود على نمط حياه ونظام مختلف تماما، فبالتالي لازم تدي فرصه لنفسك علشان تفهم الدنيا ماشيه ازاي، او علشان اللخبطه اللي في دماغك في الوقت ده تستقر وتبقى فاهم الحاجه اللي حواليك. زي بالظبط كده وانت داخل الكليه جديد كانت الدفعات القديمه بتستقبلك وبتحاول ان هي توضح لك الكليه ماشيه ازاي او نظام الكليه ماشيه ازاي، فهي نفس الفكره. حاول تدي نفسك وقت علشان تفهم النظام الجديد، ولكن تحاول بقدر الامكان ان الوقت ده ما يبقاش زياده عن اللازم. انت هتدي لنفسك وقت، ولكن بقدر الامكان يخلي الوقت ده قليل علشان تقدر ان انت تفهم النظام الجديد بسرعه، وتحاول ان انت تتكيف معاه وتحاول ان انت تتعامل وفقا للنظام اللي انت فهمته ده. طبعا الوقت ده بيختلف من شخص للتاني، ممكن تاخد شهر، ممكن تاخد شهرين، ممكن تاخد سنه، على حسب شخصيتك وظروفك. وبما اننا قلنا الظروف، فالظروف بعد مرحله التخرج بتلعب دور مهم جدا. النظام قبل مرحله التخرج او اثناء الدراسه مش بيعتمد قوي على الظروف، اللي هو انت مثلا غني او فقير، في الاخر اللي هيذاكر هو اللي هينجح. ذاكرت كويس هتلاقي نفسك بتجيب تقدير، ذاكرت احسن حاجه ممكن تطلع من الاوائل وتتعين كمان في الكليه معيد. انما النظام بعد مرحله التخرج بيختلف تماما وبيعتمد بشكل اساسي على الظروف، وممكن الظروف تكون سبب في ان انت بعد ما تتخرج تشتغل على طول في شركه والدك مثلا او في شركه حد من قرايبك وتلاقي كل المستلزمات متوفره لك، او ان الظروف تكون سبب في ان انت بعد ما تتخرج تضطر ان انت تبدا من الصفر. وبرده المشكله الكبيره في مرحله الدراسه اللي هو النظام او السيستم اللي احنا اتعودنا عليه بقالنا فتره، ان الاهل في الوقت ده بيوفروا لنا كل حاجه. يعني لو رجعنا لهرم ماسلو للاحتياجات الاساسيه اللي بيوضح فيه ترتيب واهميه الاحتياجات الاساسيه للانسان، هتلاقي ان اول الاحتياجات الاساسيه في قاعده الهرم وهي الاحتياجات الفسيولوجيه، اللي هو الاكل والشرب والنوم والهواء
والحاجات دي كلها الاهل بيوفروها لنا في مرحله الدراسه. هنلاقي برضه في المرتبه او الدرجه الثانيه من الهرم الحاجه للامان، زي الامان الجسدي والصحي والاستقرار المالي، وده برضه الاهل بيوفروه في مرحله الدراسه. هتلاقي في المرتبه الثالثه الاحتياجات الاجتماعيه زي الانتماء والحب، وده برضه بيتوفر لك اثناء الدراسه سواء من اهلك او من الكليه واصحابك. رابع مرتبه او درجه هتلاقي فيها احتياجات التقدير والاحترام، اللي هو انت تلاقي ناس تحترمك وتقدرك، وده برضه ممكن يتوفر لك اثناء الدراسه. وفي قمه الهرم هتلاقي الحاجه لتحقيق الذات، اللي هو انت تثبت نفسك وتحقق ذاتك. فانت في السيستم القديم اللي اديلك فيه حوالي 16 او 17 سنه تعليم بيتوفر لك فيه كل حاجه، تلاقي نفسك مثلا في المرتبه الرابعه او الخامسه من هرم الاحتياجات. اما بقى بعد التخرج لو ما عندكش الظروف اللي تخليك تكمل في نفس المرتبه او نفس المستوى اللي انت وقفت عليه، تلاقي نفسك بتدور على الاحتياجات الاساسيه، وتلاقي نفسك مره واحده نزلت لاسفل الهرم. وده علشان وفقا لهرم الاحتياجات ما ينفعش ان انت تدور مثلا على اشباع احتياجات التقدير والاحترام او اشباع احتياجات تحقيق الذات وانت ما عندكش الاحتياجات الاساسيه اللي قبلها. فاللي هو انت تشتغل علشان تاكل وتشرب وتحس بالامان، وبعدين تبقى عاوز ان انت تشبع الاحتياجات الاجتماعيه اللي عندك، فعاوز تخرج وتتجوز وهكذا. والمشكله مش في ان انت تعمل كده، المشكله ان انت ما تعودتش تعمل كده من الاول. انت دي لك 16 سنه بتحاول ان انت تحقق في قمه الهرم فوق، ومره واحده بتلاقي نفسك نزلت لاسفل الهرم تحت. اللي هو انت واصحابك بتكونوا عاوزين تشبعوا الاحتياجات الاجتماعيه عندكم وتشوفوا بعض، بس بسبب الشغل مش فاضيين اصلا تشوفوا بعض. وبمناسبه الشغل، يمكن في ناس كتير داخله الفيديو ده اصلا علشان النقطه دي، معلش اتاخرنا عليكم شويه، كنا بندردش مع بعض. للاسف معظم الطلبه بيكون عندهم اعتقاد خاطئ في النقطه دي، بيكونوا مفكرين ان الدراسه او الشهاده اللي هيستلموها بعد ما يتخرجوا هتكون كافيه بان هم بعد ما يتخرجوا يشتغلوا على طول. لازم تكون عارف كويس ان ايا كان مجال الدراسه بتاعك فسوق العمل بيختلف تماما. الدراسه النظريه والعمليه بتختلف تماما عن سوق العمل. انت هتحاول ان انت تستفاد من الدراسه بتاعتك وتحاول ان انت تطبق منها في الشغل، ولكن اللي عاوز اقوله ان الدراسه او فتره الدراسه مش هي كل حاجه، وان النظام بيختلف تماما في سوق العمل. فبيكون ضروري ان انت تحاول تحتك بسوق العمل اثناء دراستك علشان تحاول تستفاد بقدر الامكان وتكتسب خبره وما تتصدمش فيما بعد. وبالنسبه للناس اللي هي بتكون مش حابه مجال الدراسه بتاعها او بتكون مش حابه ان هي تشتغل فيه فيما بعد، مفيش مشكله ان انت برضه تشوف المجال اللي انت بتحبه وتحاول ان انت تكتسب فيه خبره وتحاول ان انت تحتك بسوق العمل بتاعه اثناء دراستك. بس النقطه المهمه في الموضوع ده ان انت تكون عارف ان المجال اللي انت حابب تشتغل فيه وبعيد عن مجال دراستك ينفع يعتمد عليه بعد التخرج. طب نروح بقى لشخص ثالث مختلف تماما، لا بيكون حابب مجال دراسته ولا حابب مجال تاني غير دراسته، او بيكون لسه مثلا ما لقاش شغفه لحاجه معينه. يعني اقل شيء ممكن اقوله لك ان انت برضو تحاول تستفاد من فتره الدراسه بتاعتك وتحاول ان انت تشتغل على المهارات الاساسيه اللي هي الجنرال، زي مثلا الانجليش او الكمبيوتر او السوفت سكيلز، علشان تقدر تستغل فتره الدراسه في حاجه تنفعك فيما بعد، خصوصا لما تلاقي شغفك تجاه المجال اللي انت هتختاره. وبما اننا جبنا سيره الاختيار فخليه مش المسلسل، الاختيار يعني تختار حاجه معينه. بما اننا جبنا سيره الاختيار فخلينا نتكلم شويه عن الاختيارات اللي بتكون متوفره قدامك اثناء مرحله الدراسه وما بعد التخرج. اثناء الدراسه مش بيكون عندك اختيارات كتير متوفره، انت بتنزل الكليه بتاعتك، بتحضر المحاضرات او بتفطر ايهما اقرب، وبعدين بتكرر ده كتير لاخر الترم. بتلاقي نفسك اخر الترم بتذاكر شويه، بتمتحن الامتحان بتاعك وبتنجح، او ممكن ما تختارش ان انت تذاكر فتسقط وتبقى تذاكر الدور الثاني. انما بعد التخرج بيكون عندك اختيارات كتير، تشتغل ولا تتجوز، تعمل ماجستير ولا تفتح لك مشروع، تسافر ولا تكمل هنا. حرفيا كميه اختيارات كتير جدا. والمشكله كمان الكبيره ان انت مش بتكون ماسك حاجه في ايدك، المشكله ان انت بتكون لسه هتجرب. وعلم النفس بيقول ان كل ما الاختيارات اللي قدامك كانت كتير كل ما ده اثر على معدل الرضا عندك، كل ما معدل الرضا عندك بيقل. واضيف لك كمان من الشعر بيت واقول لك ان كمان الانجازات اللي انت بتشوفها بتتحقق قدامك من الناس اللي حواليك دي برضو بتاثر على معدل الرضا عندك وبتخليه بيقل، بتحسسك كده ان انت شخص مقصر، شخص متاخر، مش عارف، بس بتكون حاسس ان فيك حاجه غلط. وكمان اللي ممكن يلخبط الدنيا اكتر وهو عامل الوقت. للاسف بتاع واحد، يا رب ما تقع تاني. النظام القديم زي ما قلنا او السيستم اللي انت اتعودت عليه بيعودك ان الوقت عندك بيكون واضح وصريح، اللي هو انت خلاص اتعودت ان عندك ترم اول، اجازه نص سنه، ترم تاني، اجازه اخر سنه، ندخل في السنه اللي بعدها وهكذا. انما بعد التخرج مفيش الكلام ده، الوقت كله بيكون متلخبط والايام كلها بتكون شبه بعض، وانت بقى مطالب في الوقت اللي متلخبط ده كله انك تعمل كل حاجه. تنزل تريننج علشان تكتسب خبره، تشتغل علشان تجيب فلوس، تاكل كويس وتنام كويس وتنزل الجيم علشان صحتك، تعمل ماجستير ودكتوراه وتاخد كل الكورسات اللي في الدنيا، تتجوز البنت اللي بتحبها، تفتح تشانل على اليوتيوب وتختم بقى مسيرتك زي كريستيانو وتروح تلعب في الخليج. لا نتكلم بقى بجد شويه، من اكتر الحاجات اللي هتفرق معاك او معاكي بعد التخرج وهي الوعي والادراك. تكون عارف زي ما قلنا في هرم الاحتياجات
ان الحاجه دي انت ما مرتش بيها قبل كده، بس فتره وهتعدي، وتتقبل الوضع اللي انت فيه وتحاول بقدر الامكان ان انت تستفاد من الفتره دي وتكون مركز كويس جدا في التراك بتاعك. والله انا تعبت، والله يعني انا مش عارف اعمل ايه، انا مداري بيها المرايات والله مش اكتر. يعني زي ما قلنا تحاول تتقبل الوضع اللي انت فيه وتحاول بقدر الامكان ان انت تستفاد من الفتره دي وتركز كويس جدا على التراك بتاعك، وما تديش فرصه للانجازات اللي انت بتشوفها تتحقق حواليك في ان هي تتوهك، وتدرك ان الجامعه او فتره الدراسه ما كانتش بس للمذاكره، ولكن انت كنت شايف جزء صغير من الصوره وكنت بتعد نفسك بس للوظيفه، او انت كنت بتعدي نفسك بس للجواز. انما بعد التخرج هتكتشف حاجات ومسؤوليات اكبر انت ما اتدربتش عليها، وهيكون ليك ادوار كتير زي مثلا زوج، اب، موظف الى اخره، وبيكون مهم جدا ان انت تتعايش وتعمل توازن مع كل ده. اتمنى لكل الطلبه اللي اتخرجت واللي لسه هتتخرج كل التوفيق في المرحله اللي جايه، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد.